انا مش سايب حياتي مفتوحة كأنها بوفيه، ولا انا عامل نفسي open source عشان كل حد يعدي يحط لي رأي. بس الغريب ان الناس مش مستنياك تطلب رأيهم، هما بيهجموا عليه باسم ايه؟ باسم الغيرة، الاهتمام، النصيحة. بس في الحقيقة كلها اعذار ناعمة للتدخل والسيطرة والوصاية، ومرات للقهر. انا ابانو بنادر، وده بودكاست على مزاجي. يلا بينا نبدأ. انا بغير عليك ولا بغير منك؟ اكتر جملة بتتقال وراها الف نية مش مفهومة. انا بغير عليك، بس يا ترى انت بتغير عليا ولا بتغير مني؟ هو انت خايف عليا من الغلط، ولا خايف اني اكون حر ومبسوط وناجح ومختلف عنك؟ في فرق كبير قوي بين انك تحبني وتوجهني، وانك مش قادر تستحملني الا لو شبهك. اللبس ده ما يليقش بيك. انت مين اصلا عشان تقول ده يليق وده لا؟ ما يمكن يليق على روحي، مش على مقاييسك. ما يمكن انا مرتاح وانت مخنوق من جواك وبتحاول تخليني زيك. الناس بقت تقيم بعضها كأننا منتج على رف. ده مناسب وده لأ. دي لابسة كده ليه؟ هو عامل شعره كده ليه؟ مين اللي وزع علينا سلطة التحكم في بعض؟ ومين اللي قال ان اللي مش عاجبك يبقى غلط؟ انا بقولك كده علشان بحبك. الحب الحقيقي بيحترم الحرية. الحب اللي بيقفل عليك ويحبسك ويحاول يغيرك ده مش حب، ده امتلاك. وده مش هيلسي، ده توكسيك. انا مش جهاز ريموت في ايدك توطيني، تعليني، تغير القناة، تكتم صوتي. اه طبعا ده بودكاست تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس انا بتكلم على الشخصية. المجتمع مش هيرحمك. طب المجتمع ده مين؟ وليه انا مسؤول اعيش علشان يرضي؟ ما يمكن انا قررت اعيش بجد مش بمزاج الناس. كلنا اتربينا على عقدة الناس هتقول ايه، بس عمرك سألت نفسك طب انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اعيش ازاي؟ المشكلة مش ان المجتمع بيتدخل، المشكلة انك بتديله مفاتيح حياتك بايدك، واوقات هو اللي بينتشها منه. وبعد شوية تلاقي نفسك عايش نسخة مش بتاعتك، حلم مش حلمك، حب مش ليك. الاطفال كمان اتضربوا بالجزئية دي. عارف اصعب حاجة؟ ان الطفل نفسه بقى يخاف يعبر، عشان كل مرة ناس كتير تفضل تقوله عيب، اسكت، ما ينفعش، مش رجولة، تبقي بنت مش مؤدبة. كبر وهو عارف يسمع صوته جوه دماغه. كبر وهو مستني موافقة الناس دايما. كبر وهو خايف يبقى نفسه، لأنه عمره ما عاشها. فين حدود النصيحة وإمتى تبقى سم؟ اسمع النصيحة دي. النصيحة مش إجبار. النصيحة مش حكم. النصيحة مش شتيمة مغلفة بابتسامة. النصيحة مش محتاجة إذن ومحتاجة احترام. كل لما حد يلبس التدخل لبس الاهتمام. اسأله انت بتكلمني عشان خايف عليا ولا بتكلم نفسك من خلالي؟ بصراحة اللي بيفرض عليك تفكير معين، لبس معين، شكل معين، طريقة حياة معينة مش بيحبك، ده بيحاول يريح دماغه هو. انت لما تبقى شبهه مش هتفكر، مش هتتعبه، مش هيتضايق، مش هيحس بتهديد. بس ساعتها هتبقى نسخة، وهنرجع للحلقة اللي فاتت. انت هتبقى شخص ميت بروح لابسة ماسك. وانت كمان مش شايفني من ورا شاشة. التحكم ما بقاش في الحياة الواقعية، ده كمان دخل أوضة نومك عن طريق الموبايل. تفتح بوست تلاقي حد يقولك انت غلطان، ازاي تقول كده، ازاي تلبس كده، ازاي تفكر كده، ازاي وازاي وازاي. وكأن السوشيال ميديا بقت ساحة تفتيش عن الهوية. كل واحد شايف نفسه مبعوث، بيقيمك، بيهاجمك، وبيأيد حريتك. حرية التعبير مش معناها انك تقول رأيك. طب امال حرية التعبير هنا معناها ايه؟ انك تقول اللي يرضي الناس، وانك ما تضرش حد، انك تبلع لسانك عشان الترند مش عاجب دماغك. بقينا بنخاف نكتب بوست، نعمل فيديو، نغني، نرسم، عشان الاف الناس قاعدين مستنين كلمة يعلقوا عليها، مش علشان يفهموك، بس علشان يهاجموك. بقينا بنعيش كأننا في رياليتي شو كل يوم، وكل الناس لجنة تحكيم، بس مفيش حد بيقولك انت كسبان،
كل بيستناك تغلط علشان يجلدك. احنا مش شبه بعض ومش هنستأذن بعض علشان نكون نفسنا. انا مش سيء علشان مختلف، ولا انت سيء علشان مختلف، طالما ان احنا في القيم والمبادئ والدين صح. مش محتاج تطمن لي عشان تحبني، سيبني اعيش، يمكن اغلط، يمكن الغلط ده بتاعي وانا المتحمل، والتعلم كمان بتاعي، ولو انتصرت او خسرت دي بتاعتي وكمان هي بتاعتك. كل واحد حر في ذاته طالما ما اذاش اللي حواليه. هيبقى طعمه حلو قوي والحياة هتبقى احسن بكتير. انا عايز اسألك سؤال، انت بتفكر بايدك ولا مستني اللايكات والتعليقات هي اللي تديك الاذن تفكر؟ لو كل قرار في حياتك بيعدي على ابروفل من الناس اللي مش هتعرفهم اصلا، يبقى فين استقلالك؟ فين عقلك؟ فين روحك اللي كانت بتجرب وتغلط وتضحك وتتعلم؟ دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست على مزاجي، عن الناس اللي بتحشر نفسها في حياة الناس وبتفكر انهم ملايكة نازلين من السماء يقولوا الصواب والعقاب. الحقيقة مفيش حد كامل، بس في ناس بتختار تعيش بحرية، وغيرهم بيختار يتحكم علشان خايف يكون نفسه. لو حسيت ان الكلام ده لمسك او اثر فيك، ابعت الحلقة دي لحد بيتدخل فيك اكتر من لازم، او حد مش قادر يعيش حقيقته بسبب الناس. انا ابانو بنادر، وده صوتي، وده بودكاست على مزاجي. بس عايز اقولك، لان مزاجك هو مزاجي، فمزاجك ده على مزاجي. عايز تعيش على مزاج مين؟ سلام.